بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي نجم الزمالك في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم، ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده. وحابب أبدأ معاك بانفراد مدوي وانفراد مهم لكل جمهور الكرة المصرية، أهلاوي زملكاوي إسماعيلاوي اتحداوي، أي فريق شعبي الخبر ده يخصه. انفراد حلو كده نبدأ بيه الحلقة، وأقول لك هيتم خضوع جميع الفرق الشعبية في الدوري المصري الممتاز لصندوق سيادي زي فرق السعودية بالظبط. يعني ايه صندوق سيادي؟ يعني مثلا انت عارف اللي هو تركي آل الشيخ اللي هو بيدعم معظم الفرق في السعودية، او الدوري المصري يحصل في الفرق الشعبية زي كده. يعني مثلا الزمالك محتاج مثلا بعض الاموال، فالصندوق السيادي ده هيتم دعم الزمالك من خلاله، او اي نادي مش الزمالك فقط، اهلي زمالك اتحاد اسماعيلي مصر غزل المحله، اي فريق عندنا اسماعيلي، اي فريق هيتم دعمه. وخليني اقول لك ان اكتر فريقين محتاجين الدعم ده هما الزمالك والاسماعيلي، لانهم هم اكتر ناديين عندهم ديون في الوقت الحالي، اكتر ناديين. فبنتمنى ان الامور يعني تسير في الصندوق السيادي ده بشكل كويس وبشكل مميز لصالح الفرق الجماهيرية المصرية. خلينا اتكلم معاك في موضوعاتنا على طول، واقول لك تطورات في تجديد حسام عبد المجيد لنادي الزمالك ومفاجأة تجديد اللاعب. الزمالك كان متوقف عن او متوقف في ملف تجديد حسام عبد المجيد، وده بسبب ازمه ارض اكتوبر. ولكن الزمالك منذ ايام قليله، او منذ يعني يومين تقريبا، عاد وبقوه للمفاوضات مع حسام عبد المجيد من جديد في التجديد بتاع اللاعب. خليني اقول لك ان في اتنين تطور او تطورين مهمين جدا جدا في تجديد اللاعب. رقم واحد، الزمالك أبلغ اللاعب إن التجديد هيكون لنهاية عام 2029 بإذن الله، مش زي ما أبلغوا اللاعب اللي هو هيكون لنهاية 2027. التطور الثاني وهو المهم، إن الزمالك أبلغ اللاعب بالموافقة على 40 مليون جنيه للتجديد. 40 مليون لحسام عبد المجيد للتجديد. ال 40 مليون دي هتيجي من رجال الاعمال والناس الداعمين لنادي الزمالك، طبعا كلنا عارفينه، هو المهندس ممدوح عباس. فده بالنسبه لحسام عبد المجيد وتجديد اللعب. خلينا نخش معاك لابرز خبر عندنا اليوم، وهو صفقتين في يناير لنادي الزمالك. نادي الزمالك، او عرفنا من مصدر مهم مؤكد من داخل نادي الزمالك، ان الاداره بتفكر وقررت تدعيم مركزين في يناير فقط، يعني مش هتكون غير في صفقتين او ثلاثه بالكتير. المراكز اللي هيتم تدعيمها هي رقم واحد مركز ستة اللي هو مركز ديفندر كده، فده هو اهم مركز بالنسبه لنا، لان احنا عندناش غير دونجا في المركز ده، واحيانا بيلعب فيه محمد شحاته، وبالمناسبه الماتش الجاي هيلعب محمد شحاته. المركز الثاني الا وهو الظهير الايمن. الزمالك كان دعم ببارون اوشنج خلاص، والراجل انضم لنادي الزمالك، ولكن برضو الزمالك عاوز يأمن نفسه باكتر من لاعب في المركز ده، حال لا قدر الله اصابة احد اللاعبين. في احتمال انه يتم تدعيم مركز رأس الحربة، وده في حالة عدم تألق عدي الدباغ وناصر منسي وسيف الدين الجزيري. طبعا انت عندك شوية مهاجمين مميزين، ولكن المشكلة كلها في تألق المهاجمين او تأقلم المهاجمين مع الزمالك. انت المفروض كل الناس تتأقلم مع كل، يعني احنا حتى الان في الجولة الخامسة دي هنبتدي فيها مفيش مهاجم من الزمالك جاب هدف. لا الجزيري بقى لعدم المشاركة الأساسية بشكل كامل، ولا حتى ناصر منسي برضو عدي الدباغ ما أثبتش نفسه. طيب، برضو في حاجة مهمة جدا جدا في مركز المهاجم، ألا وهي عمر فرج. عمر فرج حتى الآن الراجل ما خدش فرصته كاملة مع الزمالك، فبنتمنى إن احنا نديله فرصته كاملة عشان ما يتظلمش بشكل كامل. الراجل عمر فرج لو تألق فهيفرق مع الزمالك بشكل كبير. يعني في الإعارة اللي راحها الراجل سجل 11 هدف في 6 مباريات فقط، وده يعني رقم خيالي، رقم خيالي. كريستيانو رونالدو يعني ساعات ما كانش بيعمل الأرقام دي. ومع احترامنا الكامل للدوري السويدي، يعني برضو الدوري السويدي المنافسة فيه أكبر من الدوري المصري أيا كان أيا كان. فده بالنسبة لملف صفقتين في يناير لنادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك بالنسبة برضو للأمور المهمة في نادي الزمالك في الوقت الحالي، ألا وهي تجديد اللاعبين. واليوم عندنا خبر مهم من عند أحمد حمدي. يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو الماضية، الراجل يعني صرح للإعلام وقال لهم إن أحمد حمدي مطالب إنه يبذل قصارى جهده في التدريبات، ويعني جهد كبير في التدريبات عشان الراجل يعني ينال اقتناعي، او انا اعجب بالراجل، اشوف قدرات الراجل وامكانياته.
خليني اقول لك ان احمد حمدي بيفاجئ الكل، واحمد حمدي في التدريبات يعني تقدر تقول عليه عمل ريمونتادا وكامباك على نفسه. وجاء الرد الحاسم من اللاعب في التدريبات. يعني طبعا خليني اقول لك ان الراجل تألق بشكل ملفت في التدريبات، سواء اليوم في تمام الساعة 10 مساء، عفوا 10 صباحا، 10 مساء ايه ده، احنا لسه الساعة 3 كده. في الساعة 10 صباحا، والراجل تألق بشكل ملفت في التدريبات. يعني تقدر تقول ده هو الرد، والراجل بيشتغل على نفسه في الوقت الحالي. اللاعب كان متخوف من بعد الإصابة والشفاء من الإصابة، كان متخوف إن الإصابة تجيله، ولكن المدرب والناس في الزمالك الجهاز الطبي برئاسة الأسباني، الدكتور الأسباني، طمنوا اللاعب إن مفيش حاجة هترجع لك، أنت خلاص معافى بنسبة 1,000,000%. خليني اقول لك كمان بالنسبه لتجديد اللاعب، جون ادوارد شبه حسم كل حاجه مع اللاعب في الاتفاقات للتجديد، ولكن باقي امور صغيره جدا جدا في بنود العقد والشرط الجزائي وبعض البوانص، بعض البونص اللي هياخده اللاعب. خلاص المبلغ تم اتفاق عليه تماما، تم الاتفاق على المبلغ اللي الراجل هياخده مع نادي الزمالك. بتمنى كده في النهاية انضمامكم واشتراككم لعائلتنا الصغيرة نجم الزمالك، عشان نوصل معاكم ل1000 مشترك في أقرب وقت ممكن. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.